خوتي متتبعين قناة وصفحة فقط للرياضة، اليوم المنتخب المغربي الوطني لعب واحد المقابلة ضد منتخب سيراليون. هذه المقابلة جات ضمن تحضيرات الأسود الأطلس لخوض نهائيات إفريقيا بالكوت ديفوار. أسود الأطلس فازوا بنتيجة 3-1 على المنتخب السيراليون. هذه النتيجة هذه 3 الأهداف سجل منها نصيري 2 ديال الأهداف، وسفيان بوفال سجل الهدف الثالث. وليد الركراكي في هذه المقابله لعب معظم العناصر الاساسيه اللي عول عليها في مونديال قطر 2022، بحيث ان التشكيله اللي لعبت اليوم ضد السيراليون كانت تشكيله تقريبا اساسيه. في الحراسه ديال المرمى كان ياسين بونو، وبالنسبه لخط الدفاع كانوا 4 ديال المدافعين: اشرف حكيمي ويحيى عطيه الله، بالاضافه لنايف اكرد وشادي رياض. الوسط لعب 3 ديال اللاعبين اللي كانوا اليوم هو سفيان امرابط وعز الدين أناحي، بالإضافة لسليم أملاح. وفي الخط الهجومي لعبوا 3 ديال المهاجمين المعروفين: حكيم زياش، يوسف نصيري، بالإضافة إلى سفيان بوفال. ونذكروا بأنه القرعة دور مجموعات الأمم الإفريقية 2023 وقعت المغرب أو خلات المغرب يجي في مجموعة واحدة رفقة تنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا. المنتخب المغربي ما عمره فاز بكأس إفريقيا منذ سنة 1976 اللي تقامت بإثيوبيا. خوتي خليونا في الكومنتير واش كيبان لكم أن المنتخب المغربي مرشح باش يفوز بهذا اللقب أو لا. تحياتي لكم، ما تنساوش جيم لايك واشتركوا معنا في القناة فقط للرياضة.